الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أم جاش نفري كتاب الفقه الميسر بوتي الباب الثالث باب سي أفا بابا كيديا درجها كيديا أجر في درجها هنا أم فكي نفا لشنا غرفة كيفا أدفي غرفة هنا دفيري فتشتهاني بين في قضاء الحاجة وآدابها دفيري هنده بين كانت شاوة دهوجية خاقتين بو هر دو دست نویجا و آداب دوی روشت دوی توره دوی چنه انسان چه بکتن و فيه عدة مسائل و دوی بابه هنده هندك مسألة تي هنده بابت جدا تي. المسألة الأولى مسألة أيام الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء تتب كارينان بو هند انسان خاپاقش بکتن اب آوه والاستجمار استجمار بو چه تتب كارينان بو هند انسان خاپاقش بکتن اب تشتكي ديش بلي آوه بشتن وجد بحث استنجاء كتن و استجمار كتن و هر واسا هند جارا اگر تو استنجاء بکی جه استجمار دیگریدن و اگر تو استجمار جی بکی جه استنجاء دیگریدن قوتي الاستنجاء و استنجاء شتشتا إزالة الخارج من السبيلين بالماء يعني در كفتنا او تشتش هر دو ريكا درد كبيت بآوه او تشتش هر دو ريكا درد كبيتن وقتی تو بآوه پاقشت کی ادبیج نوی استنجاء. طبعا أفاجي ما قوتي ألفاظ الشريعة دائما بارا بترد مسائل صحبت الشرميدة دبيني تكيناينة يعني قوت شهر دوريكا أنا شهر دوريكا درد كبيتن ونافيوان دوريكا ناينا وبحسيوان دوريكا نكر وش دا إنساني فيري هنده بكتن آدابت آخفتنه وهرواسا هيفت جوان ابكار بينته هندية ممكن بيتن. قلت والاستجمار استجمار شتشتا مسحه بطاهر يعني تو ايكش هر دوريكا مسح بكي بتشتكي باقش مباح او تشتي حلال بيت منقن يعني او وجه باقش بكتن كالحجر وكبر ونحوه وتشتكي وكبر يعني رقبت وكي دارك أنجي تشتكي وكي بربيتن مجود أصلا كنتيجة إنسان بشت خابي باقش بكتن درست ويجزئ أحدهما عن الآخر تكيش كشبانا بكار بين الجهية ديجريتن لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء پیغمبر عليه الصلاة والسلام چود خلاء به حتى نوه ويجي سحكت خلاء نوه مرافق بشوب قال خلاء يعني أوجه إنسان لدميني تبتنين چود ويجي فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة بشن أس وكركاكي هندي من دا آمانكي آوه هلگرين وداركاكشي عنزة داركاكا شرمه كرتره آسانه که بسبب هی بودی پیغمبر داشت کرد علیه الصلاة والسلام فیستنجی بالماء داب آوه فپاقش کرد معنای آف تل بشد قلت وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أجل إيش هوا شو غائطي يسحكي حتى الفيريجي غائط معنوي چیه؟ اگه لغويا بچیه بحثوان کورکای اویتنه کولان بس مغم جه دست آواستیره چونکی وانا وید شارد و نخافت بن آخه گیوه معنوی تاکی الفاظ شریعتی بالا بتره انسانی فیری هندتین آخفتن جوان ابکار بیندن و ایراسانه بن یت کود بجن مروفی ازمان پیز دیار بکن آنجی مروفه که بشرم دیار کن بودی فلیستطب بثلاثة احجار اگر ایک شوا چوبی جهانه بلابسه برا خاپاقش بکن فإنها تجزئ عنه أفتراوي هنا
ودوي باقش كن. والجمع بينهما أفضل. بس أجر إنسان جمعين بين هر بكرة بكت شترة. يعني أول خبرة باقش كت بونمونه باشي أب آوه خابشوتن. قوتي والاستجمار يحصل بالحجارة. استجمار بيكت ديتن أب برا، يعني إنسان شد برا استجمار بكتن، أو ما يقوم مقامها أنجي أو تشتي جهة براد جريدن من كل طاهر منق مباح. هر شكل باقش بيتن جهة باقش بكت حلال بيت كمناديل الورق. وكي داسمال كا أنجي أم بيجين كالينيسا والخشب ويداري ونحو ذلك ويتوكيف وانا. يعني إنسان بونمونه بكاغزكا كاغزكا أفش داري تينا چكرن خباقش بكت درسته. قوتي ونحو ذلك ويتوكيوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة. پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام برا خباقش كر فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. يعني أو تشتي وكي برا وباقجيت كان پیغمبر خدا أو جد جهاندنه صلاة والسلام خدا تعالى سربن. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مساحات. والاستجمار دا چنا بيتن تو 3 مسح کرنا کمتر کار بینه. يعني وقت تشتكي خابي باقش كي بيتن 3 جارا كمتر نبيتن. قلتي لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام نهي مكر أم دستي راستي خباقش كين. وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وأم خباقش بكين كيمتر السبرة. وأن نستنجي برجيع أو عظم. أنجي أم خباقش بكين بشكلك بساتي حيوانك أو عظم أنجي هستيك. بوجه عندك شرحة حديثة أجي تسعكي وقت في حديثة شرحت كان بدأت حكمة جي أبا كو رجيع يعني بشكله بساتي حيوان أبا كوشتوان تدخل بو أجنة دوارة أجنة بيدخلن. وعظم أو هستيكي ما خراج كري گوشت بيبا ومنافع خود سريناي خاري بشينجي ديتا هاوشتن اف هستيكي يعني بوانا هند گوشت آن پتر بيبتتن هند گوشت آن پتر بيبتت بو أجنة. أفج حديثة هاي طبعا صحيحة مسلم دا والله أعلم عروية بيجيتن بيشتن عبد الله كوري مسعودة بيشتن بسيارش من هاتا كرم كاني عبد الله كوري مسعودة حاضر ببيت يا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام شفاء الجنة. قلت من اف بسيارش عبد الله كوري مسعود كر مو قلت ما كس شهوات ديال پیغمبر چوبي عليه الصلاة والسلام شفاء الجنة. قلت هو صابون بحث قلت ام شفاء الشفاء ام جهكي بين. قلت نابينك پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام المبرزبي ام جرى لي جريان مناديد. ما قلت آن پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام يهاتيا اغتيال كرن يعني يهاتيا برن أن تشكي بسري هاتي. قلت فبتنا شر ليلة أم نخشترين شف ماين و خلقك لي ما بيتن. بشتن حتى المبواس بيدا پیغمبر عليه الصلاة والسلام زغري وقت ما بسياروي كري أم برين قلتي هنده برايت هوايت أجنهات بين أشوم القرآن بوانا خان بشتن پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام حتى بشن آثار و شینوارت آگر وان نشامده. وشنی وجا بحثین دب مایتر گوده ما او هستی که تینتا وجن بو وانا گوشت بودد و او حیوانت هوا افت کو پشکل و پیساتی وان داد کبید بو دوارت وانت بیتا خارن. حدیث صحیحه مسلم دهی لو ما جیگوتی خوابه پاقش نکن ها اگر تو او جبی جارا گل چوده که هستی که آنجی مثلا بشكلة يتشكى خبي باقشنك. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يعني إنسان بري خبدة قبلة وم بشتا خبدة وقت كنت هوجي خد قتيندن وقلت لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها. جنابت إنسان نبشتا خانا بري خبدة قبلة حال قضاء الحاجة وقت كنت هوجي خد قتيندن في الصحراء الدشت بلا حائل بيكو ناف برايت أنجي
بجين تشتين بين وذهبت قبلة دا. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. بشن وقتك وانتنا دست آوه هن برخا ونبشتخا ندن قبلة ولكن شرقوا أو غربوا بلكي برخا بدن رشالاتي أن رش آوه. قال أبو أيوب ساعتي قدريا قدنا أبو أيوب كان چونكي بينا كودي هم ده هوجا بيني. قال أبو أيوب بيشتن فقدمنا الشام بجيتن قو أم فجهاتنا الشامي قلت فوجدنا مراحيض ما هندك مرافق ديتن قد بنيت خاتك يبدانا بن بنيت قد بنيت خاتك يبدانا بن يعني أف مراحيض التنم يتهاتنا آواكرن باشا يتهاتنا آواكرن نحو الكعبة بريوان القبلة فننحرف عنها شنم دا چی نجور به راست بريوان القبلة بس ما خارد كر ونستغفر الله ودمه ام درد كبين ما داخواز لغفراندن گناهش خودت كر چنكي مخلطية باگرم باش. اما إن كان في بنيان اما اگر هاتو انسان آواهی آوابیتن او كان بينه وبين القبلة شيء يستره أن بينه وقبلة شكابت وستارة بكت فلا بأس بذلك. البته تا چه دانینه انسان مثلا بلا بريو أن بشاور قبلة بيت. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. شبه حديث عبد الله طرح عمر خودش شوی بابی راضی بید بشتم پیغمبر خود دیدت علیه الصلاة والسلام مال خو يدس آوا خايا زراف خشت كتن بريول الشامي بي وبشتول كعبي بي. وطبعا حديث البخاري ده. ولحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة بشن ابن عمر حيشترخ دانا عردي بري والقبلة بو ثم جلس يبول إليه بشتين جرينش تخاري دست آقا خواهی زراف کرد و بروی الحشتراوی و حشتر بر قبله یادانه قلت فقلت أبا عبد الرحمن قلت أي أبو عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا هذا باشا منهيش بيش عندنا تكرن قال بلى قلت بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء نهيش بيش عندنا تكرن كيف الدشته أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أما أجرنا بين دونا بين قبلة الشكابة ستارة بكتن شو تدانين قلتي والأفضل ويا تشيتر ويا درستر طبعا ترك ذلك إنسان بشندهن بهريدا حتى في البنيان حتى تنف أفهي جدابة والله أعلم خدش ترسلان بوشة ساعتين من بينادي قلت حديث أبو أيوب تأشير بك چونكي أبو أيوب وقت بحثي وان مرافقة كده شو بود قوتي قد بنيت هاد بينا آفا كرن آنكو أوجي آفاهي بين أوجي ستارة كبي حائلة كبي مثلا بس بيشتن هر ديال هندجي ما خشند ديت ديخست لو ما جنسان يا تشيتر أوا في حالة هندا دير بخيتن اجبر خدان آن بشتدانا قبله عند هفايت هوات كي من بلا تماماتي بميند إن شاء الله درس بيد تمام كده خد حدا. والحمد لله رب العالمين.